السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القضية الصحراوية هي قضية الشعب الجزائري. تقول لي علاش؟ نقول لك هذا الشاب اللي راك تشوف فيه أمامك يوم فازت الجزائر على تونس في كأس العرب، خرج ليحتفل في المغرب فحدث له ما حدث. راح نحكي لكم قصة والصرا يعني على أقلام أشقائنا الصحراويين. وشفت السيطرة المروكية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هنا في القناة تاع ابن الدولة الجزائرية لا يوجد سيطرة للمروكية، هنايا يوجد سيطرة للجزائريين وفقط، نحن الأسياد، أما الباقي هايشر. يقولوا بلا 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 على بالك قلقني. غادي نفهم لخوتنا الجزائريين كيما خوتنا المغاربه، لان هذا الانسان كيما هذا ولا هذا الحيوان لا يمثل الشعب الجزائري. هادو اصحاب الفتنه. اول حاجه تتقول اشقاؤنا الصحراويين، نو، اشقاؤكم هما المغاربه. ومن تقول قضيه الجزائري هي القضيه الصحراويه، لا لا لا، اسمح لي، قضيه الشعب الجزائري هي القضيه الفلسطينيه. الشعب الجزائري ما على بالوش بالصحراء الا نتوما اصحاب الفتنه. ومن تقول حنا سبوعه وانتم والو، هضر باسمك، ما تهضرش باسم الجزائر. قل انا سبع واجي كوني. بالنسبه لهاد الفيديوهات كيما هادو اخوتي، خصكم تعرفوا بان هادو هما اصحاب الفتنه. يجيب تصويره، ما كاين لا فيديو، ما كاين لا مصدر، ما كاين وثيقه رسميه، ويجي يهضر يقول لك المغاربه يحقروا الصخر. حنا ما تنحقروا حد، حنايا خوتنا الجزائريين كيما خوتنا التوانسه. تحيا المملكه المغربيه الشريفه، والصحراء مغربيه حتى يرث الله الارض ومن عليها. والجزائريين خوتنا ويرحم شهداء، وكذلك خوتنا التوانسه. ما كاينش اللي غادي يبدل هذه القضيه، لانها كامر ربي والرسول عليه الصلاه والسلام.